قدام حائط طوله 11 متر وارتفاعه 2.2 متر. كيف ديبالا سجل بهذا الانحناء الكبير؟ أول شيء كان في حائط ارتفاعه 0.8 متر وديبالا كان ممكن يتجاهله تقريبا. بعدها في حائط مصنوع من 4 صناديق كرتون. ديبالا لف الكرة بسهولة برجله اليسار ودخلت على طول بالمرمى من دون أي ضغط، وبعدها وصل طول الحائط ل 5.6 متر. هالمرة الحائط غطى نظر ديبالا، بس كمان مرة لف الكرة بسهولة حوالين الحائط ودخلت المرمى. اعملوا لنا اشتراك. بعدها صار في حائط من 10 صناديق وطوله 80 متر. ديبالا سدد الكرة وكادت تلمس الحائط، وهي بتلف بالأخير ارتدت ودخلت الشباك. من هالزاوية ببين مسار الكرة بكل وضوح، وديبالا يسدد بام بالشباك. الله. الحائط ظل يكبر وصار 12 صندوق بارتفاع 9.6 متر. ديبالا سجل من أول تسديدة. مش غريب إذا رجله اليسار بتعرف تعزف على الجيتار كمان. بالعادة رجله اليسار ارتفعت عالي وهو بيسدد الكرة، وأعطتها دوران بسرعة عالية بالهواء، خلت الكرة تلتف لما نزلت على المرمى. بعدها الحائط زاد ب 13 صندوق. بأول تسديد الكرة انصدت بآخر صندوق. بالمحاولة الثانية الكرة لفت بشكل غريب، ولما نزلت ضربت بالقائم وارتدت برا. من غير ما يوقف سدد التسديد الثالثة. الكرة لفت بسرعة بالهواء ونزلت ودخلت بام بالشباك. خلينا نطلع عن قرب كيف ديبالا حقق هالركلة الحرة بهذا الانحناء الكبير. بالأخير إجا التحدي الأكبر، 14 صندوق بارتفاع 11.2 متر. من أول محاولة الكرة ضربت بالحائط وما نجحت، أما بالتسديد الثاني الكرة كانت واسعة كثير. خلينا نشوف بالتصوير البطيء. عمرك شفت كرة قدم تمشي بهالمسار الغريب؟ بعد تعديل بسيط ديبالا سدد الكرة الثالثة. الكرة طارت فوق الحائط بالهواء ونزلت ببطء تتدحرج صوب المرمى بام بالشباك. عنده رجل يسار أقرب للخيال. لايك واشتراك.